من بين احسن الطرائف المضحكه اللي وقعوا لاعظم ملك الملك الراحل الحسن الثاني الله يرحمه. في واحد النهار ديال الجمعه سنه 1992 الملك الراحل كان في واحد المسجد كيصلي الصلاه ديال الجمعه دي، وملي صلى الصلاه وبغى يخرج بحاله وقع ليه واحد الموقف اللي ما كيتنساش واللي ما كانش في الحساب. ملي صلى الصلاه ديالو وخرج ما لقاش البلغه ديالو، ايام يقلب عليها ولكن والو، طارت البلغه. داك النهار كان كحل عند الحراس والحاشيه اللي كانوا معاه، حيت كلهم برد ليهم الماء في الركابين من شده الخوف ونضت الروينه في داك النهار. وكلشي كيتسائل كيفاش البلغه ديال الملك غاديه تضيع ولا كيفاش البلغه ديال الملك غاديه تسرق. واللي زاد كمل عليه هو ان الحسن الثاني في داك النهار كان مقلق بزاف، وزاد تقلق اكثر من اللي ما لقاش البلغه ديالو. فاك عاد ديال بصح، وكان معاه وزير الداخليه ادريس البصري والمدير الامن الخاص، وداك النهار كان عندهم كحل. فملي ما لقاوش البلغه ديال الملك الحسن الثاني غادي يعاقبهم واحد العقاب خاص، حيد ليهم بلاغيهم والصبابط ديالهم وقال لهم غيمشيو حفيانين حتى المكان الاقامه ديالهم.